عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات. خلينا بقى نقول مع بعض كده. طب انتي قلت لنا الحاجات اللي البيبي ياكلها وكل الكلام ده، طب طريقة، طب طريقة الاكل مش عارفة ايه كده، وشوية نصايح كده لينا. بصي، اول حاجة طبعا زي ما قلنا قبل كده، الطفل افضل حاجة ان انتي تسلقي فيها الاكل، هي حاجة ازاز، هي حاجة سلستين او جرانيت الى حد ما، بس افضل حاجة الازاز والسلستين. تمام. تاني حاجة من الحاجات وزي ما قلنا برضو نسلق الاكل كويس جدا جدا، وبعدين نهرسهوله. اول ما يبدأ ياكل بيبدأ ياكل الاكل سايب خالص، زيه زي العصير، زي ما بتيجي تعملي عصير كده، زي المية. شهرين تلاتة يعني، مثلا لما يبدأ يكون عنده مثلا 6 شهور ونص، 7 شهور. الكلام ده لو انتي هتأكلي مثلا من الرابع او الخامس، اول ما يبدأ مثلا يكون عنده 7 شهور، هتبدأي ان انتي تسلقي الحاجة وتهرسيها وتديها له. يعني مش تضربيها في الخلاط ضرب ناعم قوي زي العصير، لا، هتهرسيها بالشوكة وتديها له، عشان برضو ما يستسهلش عملية البلع. فبالتالي انت لما تيجي تديله حاجة صلبة بعد السنة ما يتعبش. طيب تمام. وايه تاني؟ طبعا بالنسبة للحاجات الممنوعة، الملح والسكر ممنوعين قبل السنة نهائي خالص، ممنوع ممنوع ممنوع. تاني في حاجة كمان. لما تيجي تأكلي طفلك حاجة ولقيتيه ما استقبلهاش، بلاش تضغطي عليه. يعني مثلا لقيتيه ما استقبلهاش او كده، يعني انت مثلا جربتي مره واتنين، يعني ابنك بقى بياكل عادي، يعني بقى بيستقبل الاكل عادي، وجربتي معاه في الاكله دي مثلا زي البطاطس مثلا، اديتها له مره واتنين وتلاته واربعه ملوش قابليه ليها، امنعيها شويه، وكمان فتره اديها له. ممكن يتقبلها او ممكن هو مش متقبلها دلوقتي، فبعد كده يتقبلها. ده حصل معايا في كذا اكله. طيب تمام. وزي ما قلت قبل كده، انتي دكتورة طفلك. يعني ازاي؟ يعني انتي برضو هتعرفي طفلك حب ايه وما حبش ايه، ايه اللي بياكل منه كمية كبيرة وحبه، وايه اللي مش قوي. وكمان كام نصيحة كده. لما تيجي تأكلي طفلك او تشربيه مية، انت هتلاقي هتحس ان هو قرفان من الاكل. تعابير وشه لما تيجي تديله الاكل هتحس ان هو قرفان منها، او ان هو عاوز يرجع. ده شيء طبيعي، لان انا الموضوع ده سالت فيه ناس كتير قوي، لان انا بنتي يعتبر كانت خلاص يعني، اللي كانت تعابير وشها قرفانه، يعني اللي هو ايه اللي انتي بتاكليهولي ده، قرفانه حرفيا من الاكل خالص. طب ماشي. طب انا انت هتلاقيه تعبير وشه او وشها، هتلاقيها ان هي كانها قرفانه من الاكل. الميه ممكن تفتفها، والاكل بتهتفه. يعني ممكن اقولك ان انت هتعيشي في ده ايه، اول شهر مثلا او اول 3 اسابيع، وكل ما تيجي تجربي حاجة جديدة من استغراب طعمها، هتلاقي تعبير الوش مش لطيفة خالص. تمام. فحاولي وجربي وما تزهقيش. هو يعتبر اول شهر بس اللي تعب الاول. تمام. وبرضو الاطباء بينصحوا بان انتي تكوني جايبه كرسي للاكل، عشان خاطر تبقى حاطه طفلك. وزي ما قلت قبل كده، تلعبي مع طفلك وتلعبيه وعلشان خاطر يحب الاكل ويحب وقت الاكل، يعني يبقى متشوق لوقت الاكل. تمام. هي دي بس شوية التعليمات اللي انا كنت عايزة اقولها، او بمعنى صح نصايح، سموها زي ما تسموها، تعليمات، نصايح. وطبعا كلكم شاطرين جدا جدا. انا بقول لكم بس حاجة انا استفدت منها وجربتها، وفعلا هي صحية جدا، مفيدة جدا للطفل. وانتوا حرين برضو، انتوا امهات برضو، زي ما قلت قبل كده، انت دكتورة طفلك. طيب تمام. طب معلش، برضو كان في دكتور قال لي، طب انا دلوقتي جربت لابني كل انواع الاكل، كل انواع الاكل بالطريقه اللي انت قلتي عليها وبقى تمام. طب دلوقتي بقى انا احدد ازاي افطر ابني ايه، او اغديه ايه، او اعشيه ايه؟ بصي، بصي حبيبتي، انت تفطري ابنك. يعني خلاص انا اكلت ابني اهو،
انا عايزه بقى اعرف بقى نوعيه الفطار بتاعته ايه. يعني مثلا احنا لما بنيجي نفطر، يا بنفطر فطار شعبي قوي، يا فطار خفيف قوي، وده برضو على حسب مزاج كل واحد وعلى حسب كل واحد بيحب ايه. أم، طيب افطره ايه؟ تفطريه نشويات. نشويات زي ايه؟ يعني ايه نشويات؟ نشويات مثلا يعني مثلا رز، يعني مثلا تديله الرز، تديله العيش، لو كيكة، لو مكرونة، الحاجات النشويات والمخبوزات حلوة جدا. يعني اعملي مخبوزات في البيت او اشتري المخبوزات من الفرن، انت بتثقي في نظافته وكده، واديها له. تمام، ده بالنسبة للفطار. طب والغدا؟ الغدا يكون بروتين. بروتين، بروتين. بروتين عندك كل الانواع الفاكهه. في انواع فاكهه بيكون فيها بروتين، وانواع الخضار برضو فيتاميناتها بتكون عاليه برضو. البروتين عندك البيض، وعندك الفراخ، وعندك السمك، وعندك اللحمه. عندك كل الحاجات دي بروتين، وبرضو من الخضار في بروتين. تمام. طب ماشي خلاص، تمام، ده الغدا. طب والعشاء؟ العشاء بقى يكون حاجه خفيفه، لان الطفل بينام على الرضاعه اصلا. تمام. يعني الطفل مثلا فهيكون حاجه خفيفه مثلا زي الزبادي. وعلى فكرة انا لما جربت ان انا ادي الزبادي لكوكي في الفطار رفضتها. في العشاء بتاخدها وحبها جدا. يعني في العشاء بتاكل الزبادي اكتر بكتير من الغدا والفطار. تمام. وعندك مثلا الخضار والفاكهة، ده في العشاء اكلي زبادي، اكلي خضار، اكلي فاكهة، حاجات خفيفة عشان ما تبقاش تقيل عليها وهي نايمة حبيبتي. تمام. كل الحاجات دي، كل التعليمات دي انا ما لقيتش حد يقولها لي. انا التعليمات دي بحثت كتير جدا عشان خاطر اوصل لها، اضافه للدكتور بتاع بنتي برضو ساعدني فيها جدا. اضافه مع زي ما قلت، انت دكتوره بنتك او ابنك، انت الدكتوره بتاعته. انت تقدري ان انت تعرفي تاكليه ايه وما تاكليهوش ايه، حابه ايه ما حبش ايه المستحب ليه، إيه اللي مش مستحب ليه. كل ده تمام. والفيديو اللي فات انا عارفه ان هو كبير شويه، عشان كده انا هختصر عليكم في الفيديو ده شويه. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، واتمنى ان انتم تدوسوا لي لايك وتشجعوني، عشان في معلومات كتيره قوي جايه هقولها لكم. ولو في اي سؤال عايزين تسالوه اكتبوه لي في الكومنتات. وكمان لو في اي فيديو عايزه، لو في اي حاجه مثلا ملخبطه معاكم، او انتي لسه مامي جديده، او انتي لسه حامل وفي حاجات متوتره وقلقانه منها، اكتبيها لي، وانا طبعا هعمل لك فيديو عنها، وهرد عليكي في الكومنت، وهرد عليكي في فيديو برضو اكيد. تمام. الفيديوهات اللي جايه بقى في كذا فيديو كده انا محضره لكم، ويا رب ينول اعجابكم، واتمنى ان الفيديوهات دي تكون نال اعجابكم، وقولوا لي حابين ان انا اكمل في الفيديوهات دي ولا ايه. تمام. اشوفكم على خير وفيديو جديد، مع الف سلامه. مع السلامه.